أهلا بيكي مع الخطوة الثالثة لعلاج التشنج المهبلي. اتصلي بجسمك واستعيدي قوتك. النهاردة هناخد خطوة ثالثة مهمة جدا في طريق علاج التشنج المهبلي. هدفنا المرة دي هو إننا نرجع علاقتنا بجسمنا ونفهم إن القوة والراحة جواكي انتي مش برا. في البداية مهم نعرف إن المهبل عضو مرن جدا وبيتمدد وبيرجع لحجمه الطبيعي. ربنا خلقه وهيئه إنه يخرج منه بيبي وقت الولادة ويكون مصدر متعة خلال العلاقة الزوجية. فمنطقياً لو هو مخلوق للحاجات العظيمة دي، يبقى إزاي العلاقة تبقى مؤلمة؟ الفكرة مش في العضو نفسه، لكن في التوتر، الخوف، والتجارب السلبية للجسم والمخ سجلوها. كتير مننا بيكون عندهم خوف شديد من العلاقة، وده مش لأن في مشكلة في الجسم، لكن لأن العقل هو اللي بيدي إشارة للمهبل إنه يقفل وقت العلاقة، كأنه بيحاول يحمي الجسم من خطر. العقل بيكون فاهم إن في تهديد جاي، فبيخلي الجسم يقاوم ويحصل انقباض، وساعتها بيبقى في صعوبة في الدخول، وكأن في حيطة سد، وده اللي بيخلينا نحس بالألم. عشان كده لازم نبدأ نشتغل على العقل الأول، نقنعه ونفهمه إن العلاقة دي مش خطر ولا حاجة مؤذية. لازم نتكلم مع نفسنا ونقول لعقلنا إن العلاقة دي ربنا خلقها للراحة والحب والمتعة، مش للتعذيب. ولما العقل يبدأ يصدق ده، الجسم هيبدأ يرتاح ويتجاوب. واحنا مع بعض في الحلقات الجاية هنتعلم ازاي نساعد عقلنا يتصالح مع جسمنا ونفهمه إننا في أمان. ودلوقتي هنبدأ مع بعض تمارين بسيطة تساعد الجسم يرتاح وياخد إحساس بالأمان. التمرين الأول، التنفس الهادي. اقعدي في مكان مريح، ظهرك مستقيم وكتافك ريلاكس. خدي شهيق عميق من مناخيرك وحسي بطنك بتتملى بالهواء، وطلعي النفس بهدوء من بقك وكأنك بتنفخي شمعة بهدوء. كرري التمرين ده 5 مرات على الأقل، وحاولي تعمليه كل يوم. التنفس بيهدي الجسم وبيفك التوتر من العضلات وبيدي إشارة للمخ إنك في أمان. التمرين التاني، تمارين كيجل. دي تمارين لعضلات الحوض واللي بتساعد في التحكم والاسترخاء. حاولي تتخيلي إنك عايزة توقفي البول فجأة. العضلات اللي هتشديها وقتها هي دي عضلات كيجل. شدي العضلة دي لمدة 3 ثواني، وبعدين ريحيها 3 ثواني. كرري التمرين ده 10 مرات في اليوم، وممكن تزودي المدة بالتدريج. ما تعمليش التمرين وانتي بتتبولي فعلا، بس تذكري الإحساس. التمارين دي بتقوي عضلاتك وبتخليكي تحسي بتحكم أكتر، وده مهم جدا في العلاج. في الحلقة الجاية هناخد خطوة جديدة، هنتكلم عن التدرج في التعرض، وهنبدأ نواجه المخاوف بخطوات صغيرة آمنة مع بعض، خطوة بخطوة لحد ما توصلي للراحة. استنيني الحلقة الجاية، وما تنسيش انتي مش لوحدك. كوني قوية.